السلام عليكم. طول عمرنا عارفين ان كل تأخيرة وفيها خيرة، اما في نادي الزمالك فكل تأخيرة وفيها حيرة. انا نفسي اعرف نادي الزمالك لحد النهارده ما اعلنش ليه عن المدير الفني، ولا اعلن عن اللعيبه اللي هو هيجيبها، ولا اعلن عن اللعيبه اللي ماشيه. انا محتار بجد والله العظيم. الاداره متاخره جدا جدا جدا. كل انديه الدوري المصري اعلنت، المصري اعلن عن المدير الفني، مودرن سبورت امبارح اعلن عن المدير الفني، الاتحاد اعلن عن المدير الفني واحنا قاعدين، وبعض الانديه كمان اعلنت عن اللاعبين اللي جابتها. طب انت حضرتك هتعلن امتى؟ حضرتك محتاج بتاع 10 صفقات، هتجيبهم امتى؟ ولا بعد كده هتيجي تقول ايه؟ والله يا جماعه ده المتاح، انا معيش فلوس هجيب لعيبه. طب ايه بقى؟ بجد طب ايه؟ ما هو انت معلش مع احترامي، لو بتشارك في بطوله قويه او كبيره زي النادي الاهلي هترجع ب 12 مليون دولار. انت ضيعت فلوس زيزو كان ممكن يتباع ويجيب 6 مليون دولار، ضيعت اسامه فيصل ببلاش معرفش ب 6 مليون جنيه باين. فانت برضو معلش مع احترامي ليك بتضيع فلوس، انت ما بتجيبش فلوس. وبنجري على الاستاذ ممدوح عباس، والنبي ادينا 20 جنيه عشان نجيب معرفش ايه، وادينا معرفش عشان ندفع فلوس مين. طب وبعدين يعني اللي انا اعرفه، المعلومه اللي عندي ان نادي الزمالك كان مخلص مع ميكالي المدير الفني بتاع منتخب مصر، والكابتن حازم امام هو اللي كان متبني الموضوع ده. فجه الكابتن جون ادوارد قال لك لا، انا يا جماعه المتحكم في الكوره وانا عايز اجيب نونو الميدا. طب وبعدين؟ طب هاته، اعلن عنه وخليه هو يختار صفقاته. طب معلش في نقطه برضه انا محتار فيها، هو عبد الله السعيد مكمل مع الزمالك ولا لا؟ طب هو شيكابالا اعتزل ولا قاعد، ولا هياخد منصب اداري، ولا منصب يشل، ولا ايه؟ انا مش فاهم. طب بعض اللعيبه المتخاذله، بعض اللعيبه التعبانه اللي في نادي الزمالك هتكمل ولا قاعده ولا ماشيه ولا ايه حكايتها؟ طب احنا هنفضل كده لحد امتى؟ ولا انت هتيجي بعد كده شويه كده الدنيا والله يا جماعه ده اللعيب المتاح وده اللعيب معرفش ايه؟ بخصوص قصه زلاكا، نادي الزمالك عايز يروح يجيب الكابتن محمود زلاكا بتاع نادي اللي كان بيلعب في كليوباترا، وهو اصلا معار من بيراميدز. طب احنا كلنا سمعنا الحاجه والده محمود زلاكا وهي بتقول انا نفسي ابني يلعب في الاهلي. طب انا هجيب زلاكا وانجمه والمعه وفي الاخر الاهلي ياخده تاني؟ ما يا جماعه ما نختار لعيبه عايزه تلعب في نادي الزمالك، لعيبه انتمائها زملكاوي، هو ده اللي هيحل المشكله. تمام يا سيدي، تمام. دي كانت ملاحظ كرويه خاصه بيا. سلام.